انتوا عايزين تقفلوا لي قناتي. اللايف امبارح كان مفتوح على هشام متولي، وانا متاخده مع هشام في السكه كده. وده ليه؟ وده علشان الصداقه اللي بتربطني بهشام وبعيلته. انا لا امه ولا اخته ولا قريبته ولا بنت عمه ولا بنت خالته. هشام يتحاسب عن اخطائه. اي واحده فينا بتبقى معرضه ان هي يبقى لها زميل في الشغل. هل تعامل اي موظفه مع زميلها باي شكل من الاشكال في اطار العمل بتاعهم هل تتحاسب على اخطائه؟ لا طبعا، كل واحد بيتحاسب على خطأه وكل واحد متعلق من عرقوبه. هشام متولي ليه ما ليه وعليه ما عليه. هشام متولي عنده اخطاء، عنده اخطاء، وياما نصحنا وياما اتكلمنا وهو ما سمعش الكلام، ودي حاجه ترجع له. ضاع الولد خلاص، الله يرحمه، باعته مع المصلحة بقى. المصلحة لما بتيجي ننسى الصداقة وننسى كل حاجة. ده كلامك بقى في الأول. نحب نشوف كلامها اللي جاي، ونحب نستنى الفيديو بقى اللي جاي بالليل، علشان هنجيب مقتطفات جميلة هتعجبكم كلكم. اجهزوا واستعدوا، نافر نافر. برضه هشام بقول له انت ضيعت حقك باللايفات اللي انت بتفتحها. هشام ليه حق، هشام ليه حق، بس ضيعه بكتر ظهوره في اللايفات بالشكل المهين لنفسه قبل ما يكون مهين لاي حد تاني. ضيعه بانه ما عرفش يتحكم في اعصابه وثباته الانفعالي. ضيعه بانه ممكن يكون فلتت منه بعض الحاجات اللي الناس بتغلطوا فيها. انا عايزه اقول لك يا زميلي، لان انت محسوب عليا انا محسوب عليك، ومش هضلك ولا هتغافل على الكومنتات اللي بتجيني ولا الناس اللي بتكلمني، لكن هقول لك اعرف تاخد حقك ازاي، اثبت على الارض صلبه عشان تعرف تاخد حقك. ليه بقول الكلام اللي انا بقوله ده؟ لانه في كومنتات جات لي، طيب ما هو هشام بيطلع يشتم، طب ما هشام بيطلع يعمل، طب يا جماعه ما في ناس تانية بتطلع تشتم، وفي ناس تانية بتطلع تفتح لايفات، وفي ناس تانية جابت هشام وقعد على قعده حمام بيعمل بيبي. وزي ما انتوا سمعتوا، مع كفتة كل شيء وعكسه. هنا انت كنت محسوب عليا يا زميلي، لكن هناك انا معرفوش مين دوت. انتوا عايزين تحاسبوه وتحاسبوني معاه، انا مالي، انا معرفوش، انا بريئة بيه. طيب نشوف بالليل بقى، انت بريئة ولا مش بريئة؟ انتظري محاكمتك ان شاء الله. السلام عليكم.